مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، حلقة اليوم خاصة بتدبير السقي بالتنقيط لزراعة العنب، بحيث كتقدر احتياجات ديال العنب من المياه بما بين 400 و 500 ملم. وفي الفترة بين وقت النوارة وعقد الحبة كيكون العنب حساس بزاف للعطش، وكنزيدوا الكمية فاش كتزاد درجة الحرارة، خاصة فاش تيبانوا العناقيد وتبدا انتفاخ الحب. والسقي بالتنقيط هو أحسن وسيلة لضمان إنتاجية عالية من العنب، وبهذه الطريقة كنحافظوا على رطوبة التربة بشكل دائم ونعطيو الأسمدة مع الماء ديال السقي مباشرة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، الحاجيات ديال هذه الزراعة تتغير على حساب نوع التربة، الصنف ديال العنب، ظروف المناخ وكذلك طريقة الزراعة. وبناء على هذه المعطيات يمكن نعطيو حسب الطقس والتساقطات المطرية من 600 إلى 2500 متر مكعب في الهكتار وفي السنة، والطلب كيكون كثير في الفترات ديال 3 شهور في الصيف. وفي الغالب الاستعمال ديال قطرتين كل 1.5 متر من فئة 4 لتر في الساعة كيوفروا سقي متوازن. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، لازم نقصوا من كمية السقي أسبوع قبل الإزهار باش الشجر يعطينا كمية أكبر من النوارة. ومن بعد هذه المرحلة ومع بداية انتفاخ الثمار لازم يكون انتظام في السقي. وفاش يقرب موعد الجني وبداية تلون الحبة خاصنا نقصوا من كمية السقي مرة أخرى، ولكن ماشي نحبسوها في مرة، ونراعيو طبيعة التربة ودرجة حرارة الجو. وبهذا يمكن لك أخي الفلاح، أختي الفلاحة، توصلوا الإنتاجية عالية وجودة مطلوبة. والله المعين. مع دقيقة المثمر اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.